السلام عليكم، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهارده بقى جايه لكم بوصفه شوي الفراخ من غير فرن ومن غير اي حاجه. هنشوي فراخنا من على البوتاجاز من فوق، وزي ما انتم شايفين طلعت معايا بالجمال والحلاوه دي. وكمان هنحس ان هي فراخ مشويه زي بتاعت بره، وهقول لكم في الفيديو هنحس ازاي. شايفين بقى الجمال النهارده عامل ازاي، ولا الفراخ مستويه ودايبه دوب؟ بجد حلوه جدا ووصفه سهله، مش محتاجه ان احنا نولع الفرن ولا محتاجة أي حاجة، وإحنا بنعمل الأكل من فوق هنعمل الفراخ بتاعتنا. أتمنى الفيديو النهارده بقى لو عجبكم متنسوش اللايك، وكمان نشير الفيديو لكل أصحابنا وكل حبايبنا. أول حاجة هجيب معايا هنا فرختين بس جايباهم، يعني حوالي كيلو 200 كيلو 300، عشان أنا هسويهم من فوق. وممكن حابة إن هي تجيبي أكبر هيستوي برضه معاكي، بس هياخدوا وقت أكتر. تمام. أنا جبت الفرختين هنا وبافتح بقى الصدر والوراك بتاعتي بالسكينة زي ما أنتِ شايفة كده، باعمل فتحات. التتبيلة بتاعتنا النهارده سهلة جدًا، معلقتين من بهارات المشاوي، ومعلقتين من بهارات تِكّة، شوية من الملح، نُص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقتين من الصلصة، وكمان نُص ليمونة كده بس تكون فيها مَيّة حلوة زي ما أنتم شايفين، ومعلقتين كبار من الخل، ومعلقتين كبار من الصويا صوص، وعلبة زبادي، بمعدل معلقة من كل حاجة للفرخة الواحدة. وقلّبي بقى كل الحاجات دي مع بعض، هي دي بس التتبيلة بتاعتنا، مع شوية زيت حوالي 4 معالق كبار من الزيت. وقلّبي بقى كل ده مع بعض وتبّلي فراخِك وهنشويها على طول، وداعًا للأفران ووداعًا كمان إن إحنا إيه، نسيب الفراخ بتاعتنا تفضل في التتبيلة ساعة، ساعتين، نتبّلها قبلها بيوم. تبّلي واشوي على طول وهتاخدي أحلى فراخ مشوية، وهتاخدي اللحم نَفْسه من جوّه متشرّب بالتتبيلة. كمّلي معايا بقية الفيديو، ولو وصلتِ معايا لغاية دلوقتي ما تنسيش تحطّي اللايك فضلًا منِّك. معايا بقى الجريلا بتاعتي على البوتاجاز، هاقوم نازلة بشوية من الزيت زي ما أنتم شايفين كده، وبالفرشة أدهن الجريلا بتاعتي كلّها، وأقوم نازلة بالفراخ. قطّعي الفراخ بتاعتِك التقطيعة اللي أنتِ حاباها. أنا هنا مقطّعاها، كنت يعني كان مقطّعاها لي منديل، بس هتلاقوني مع الشوي هتتقطّع كمان لإن الفراخ أنا جايباها صغيّرة. تمام. باحط بقى كل التتبيلة بتاعتنا زي ما أنتم شايفين، بانزّلها فوق الفراخ بتاعتي على الجريلا، ما باشيلش من التتبيلة أي حاجة. وباقوم نازلة بقى بكاتل كده غالية فيه المَيّة، أنزل بشوية مَيّة مغلية علشان تستوي كده، وأقوم قافلة عليها. ما عندكيش الجريلا اللي هي بتتقفل كده، حطّي طبق وحطّي عليه طبق مليان مَيّة فوقيه، وتكوني كابسة الفرخة بتاعتِك عشان تستوي. هاقول لِك تاني، هتحطّي طبق عادي فوق الفرخة، وتجيبي بولة مليانة مَيّة تحطّيها تتقِّل الفرخة. هنا الفراخ بتاعتِك طبعًا بتتابعيها إن أنتِ تقعدي تقلّبيها كل ما الوش يتحمّر طبيعي خالص، برضه باحط لها بعد ما أقلب الوش أقوم حاطة شوية مَيّة. هنا الفراخ بتاعتي استوت، رُحت بقى عاملة فحميّة بقى حلوة كبيرة كده، ومولّعاها وحاطّاها بقى وقافلة عليها لمّا خدت ريحة الفحم، عشان نحس إن إحنا بناكل فراخ مشوية من برّه. أتمنى الفيديو النهارده لو عجبكم بقى لايك وشير، وأسيبكم وأقول لكم مع السلامة.